إذا المتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا من جديد في هذا الفيديو. أعتذر منكم على الانقطاع، وذلك بسبب ظروف شخصية خارجة عن إرادتي، حيث أنه لم يتسنى لي أو لم يكن هنالك الوقت، لم تسنح لي الفرصة لكي أتابع معكم الأسواق. لكن اليوم وغدا كي تعتبر واحد يعني شيء مهم في أسواق المال، في الاقتصاد، وليس فقط في مجال العملات الرقمية المشفرة. إذا السادة المشاهدين، لابد أن نفهم أول نقطة، أنه عند صدور المؤشرات أو قبلها أو بعدها، رد بالك أن التلاعبات كتكون كبيرة جدا، وذلك ليس بغرض أصحاب أو لضرب أصحاب السبوت، ولكن السي اف ديز وأصحاب المخاطرة العالية منهم والفيوتشر، اللي هما بطبيعة الحال واحد الناس اللي يحبون المخاطرة إلى أبعد درجة. إذا لابد للمستثمر المتداول المضارب كيفما كنت أن تعرف وأن تعي أن التلاعبات دائما تكون قبل أو إبان وبعد الخبر. إذا تقرير التضخم إخواني الكرام، الوحش الذي اليوم يهدد الاقتصاد. كاين بعض الشباب يسألونني أسئلة اقتصادية، هي يعني هل فقط التضخم هو اللي مهم عندنا في الاقتصاد؟ هل هو اللي يجب أن أنتبه إليه في حياتي الخاصة يعني بهذا المجال؟ أبدا إخواني الكرام. اللي عليك أن تنتبه إليه يا أستاذ هو نوع المشكل في الاقتصاد، لأن ممكن مثلا الجي دي بي يكون فيه إشكال والتضخم غير موجود. أوكي، ممكن يعني نتكلم عن الناتج الداخلي الخام فيه مشكل بسبب ركود، لكن ماشي بسبب التضخم. لكن اليوم حنا كنعانيو من ما طبعناه من أموال اللي طبعوه هما ماشي حنا في سنة 2020. مسميات كورونا، داك الكلام الخاوي اللي خارجين به اليوم كيكذبوا به على الناس، وكان هنالك فيروس، وداك الفيروس خالقينه اصلا هما باش يطبعوا الاموال. ومازال غادي مازال ان شاء الله الاخوان تشوفوا الكثير من الاحداث بهذا النوع، لان اليوم الدوره الاقتصاديه ربما ما غتدخلش في واحد المرحله ديال 5 سنوات 10 سنوات، غتمشي في مرحله بسيطه، سنه سنتين، دوره انتهينا. الطباعه فيها او يطبع فيها الاوراق النقديه بدون قيمه، تخلق الثروات، فاستغلوا الفرصه. لكن كنتمنى ان العالم العربي يرتقي فيما يخص مجال اسواق المال، لان ما يمكنش الاخوان انه مجال اسواق المال اليوم يلطخ بصوره لبعض الاشخاص اللي لا علاقه لهم باسواق المال. لهذا كنظن بان العملات الرقميه لعبت واحد الدور في تلطيخ الصوره مع الاسف ديال اسواق المال، يعني بواحد الناس اللي ما عندهمش علاقه باسواق المال. فحافظوا على الرونق الجميل ديال مجال اسواق المال، لانه مجال راقي، ومجال كذلك يدرس فيه الاقتصاد واختصاص ديال الاقتصاديين، ومنهم كذلك كانت هوايه لبعض رجال الاعمال والمقاولين وايضا المحامين والقضاة واطباء ايضا. اذا الساده المشاهدين، السي بي اي التضخم عند 3.1 بعدما كان 3.2، الفوركاست 3.1. يعني كنشوف بان التضخم وصل لواحد المرحله، لكن بدا يعني يتحرك ببيبات قليله او نقاط قليله، فكنتكلموا على 3.2 3.1. يعني المفترض انه ربما الفيدرالي يلتجئ الى رفع سعر الفائده مستقبلا، مع انه احتمال مستبعد، لأن الفوركاست كلها تشير إلى تثبيت سعر الفائدة عند 5.5، لكن ربما إخواني الكرام ربما قد نصل ل 6%. يعني ربما قد يكون هذا هو سعر الفائدة الماكسيموم، لكن التثبيت إلى حدود الساعة كتعتبر شيء مقبول، لأن الأرقام اللي فيها التضخم أرقام اللي هي محترمة. وكتذكروا الشباب في أحد جلساتنا اللايف قلت بأن الدول العظمى مستحيل أنه يكون عندها تضخم مثلا في 3% وسعر الفائدة في 2%. لكن في الدول اللي عندها عجلة اقتصادية نقول ثقيلة أو لا تعاني من هذه المشاكل من هذا النوع، فكتلقى سعر الفائدة منخفض والتضخم مرتفع. لماذا؟ لأنه ما يمكنش يزيد الطين بلة كما كاين في المغرب، كما كاين في الجزائر، كيف العديد من الدول. اذا اخواني الكرام، السي بي اي في 3.1 يعني خبر ايجابي. كنتكلموا على ان الامور جيده، ونتكلم على ان الامور ستسير الى صالح المستثمرين مستقبلا. كيبقى لنا الاخوان غدا اللي هو الفو ام سي. هذا اخوان هذا الفون مونيتير او هذا الصندوق اخوان مهم جدا ان الانسان ينتبه اليه، لان دائما الاخبار اللي كتصدر من طرف الفيدرال ريزيرف اوكي، فلا بد ان يكونوا عارفين بان المرتبطه بالدوره الاقتصاديه يعني 100%.
فمرحله التثبيت اخواني الكرام مرحله كما قلت اللي ما كتعنيش الايجابيه 100%، ولكن هذا لا يمنع المستثمر من انه يسير مع اتجاه السوق. اوكي، فلهذا هنالك نوعين من المستثمرين. النوع الاول الذي يدخل مع الايجابيه في الشارت وعارف بانه في مرحله ديال التثبيت، والنوع الثاني اخواني الكرام اللي كينتظر تقليص سعر الفائده، لان ايضا مع مرحله انتهاء يعني التثبيت كندخلوا في مرحله الاكسبانشن اللي هي بدورها كتسمح للمستثمرين انهم ياخذوا من بعد واحد الدومب اللي كيكون فيه 30% الى 60%. والاخوان هذا الشيء يعني متجدد، يعني ممكن هذا الكلام ما يحصلش، ممكن مع التثبيت ترتفع الاسواق وسعر الفائده ينخفض والاسواق ما تاخذش هذه المسائل يعني انها فعلا اليقين 100%، ولكن هذه الاجتهادات اللي عشناها احنا واللي شفناها وايضا كذلك يقولها علم الاقتصاد. اذا مرحله التوسع يا اخوان كيصدر فيها الاقتصاد، وكنظن انه غدا غادي يكون تثبيت لسعر الفائده اكثر، لكن اذا خالفنا التوقعات اخوان الكرام برفع قليل عند 5.75، يعني الوتيره اللي كيتقلص بها التضخم مقبول اننا نحتفظوا ب 5.5. اوكي، وتيره يعني التقليص ديال التضخم او التقلص وتيره مقبوله، لكن رفع سعر الفائده ايضا له نوع من الاستراتيجيات اللي كبح التضخم من العوده مره ثانيه. فاللي كيهمكم الشباب هو انه قراءات غالبا، يعني اللي كنشوف انا انه قراءات رفع سعر الفائده مرتبطه بقراءه التضخم، فاذا زاد التضخم 3 مرات فغالبا الفيدرالي غيتجه الى رفع اكثر، لكن الى حدود الساعه لا يوجد هناك ما سيستدعي رفع اكثر من 5.5، وان التثبيت ممكن يعني تبقى المساله حتى نرى ماذا يمكن ان يحدث. اخواني الكرام ما يمكنش ربما الفيدرالي يسمح بالتثبيت اكثر، فوصول التضخم الى ارقام اللي ممكن تكون عند 1% ولا حتى 0 فهذه ايضا من ضمن الاشياء اللي ممكن ان تساهم في خلق انكماش وكذلك مشاكل اقتصاديه. لكن الدوره ديال الانكماش بالنسبه لي انتهت، وأن الإعلان عن الانكماش غادي يكون هو السبب في خلق ذعر في الأسواق. للتذكير مرة ثانية أنه البيانات دائما متأخرة، فمرحلة التضخم إخواني الكرام انتهت في سنة 2020، جاءت موراها مرحلة الانكماش اللي هي فين سقطت الأسواق والعملة استعادت قوتها. إذا من بعد مرحلة الانكماش إخواني الكرام اللي ملي غيتشكاو من الانكماش ويقول لك الفيدرالي أن عندي ركود وعندي انكماش وعندي عرف أنها هي مرحلة الإكسبانشن، لأن ما يحدث في السوق ليس هو ما يحدث في الاقتصاد. سير مع هذه النقطة دائما وانتبه لها. إذا السادة المشاهدين، البيتكوين عند منطقة 41,000 دولار وظهور لشمعة دومب، لكن الجميل فيها أنها يعني الديل ما غلقش بديك القوة. فشوف معايا دائما كيفية قراءة الشموع اليابانية، فهنا كنشوفوا بأن الشمعة اليابانية نزلت ب 8%. إذا من الرأس أو من القمة إلى الكلوز، رد معايا البال الى الكلوز يعني 3%، فحتى الكلوز الاخوان مهم جدا، لان كيعني ماشي الضعف ديال القوه ولكن من يشتري في هذا المستوى. مفهوم؟ اذا كما كتشوفوا كاين واحد الرفع ديال 4% من نفس القاع. كيفيه التعامل مع هذا المستوى؟ كيبقى الكلوز الاخوان احد المقاومات. دائما بنشوف هذه الشمعه بهذا النوع شبيهه الهانجينغ مان ولا شمعه الماركت ميكر كما يسميها البعض، تسمى اخواني الكرام غالبا شمعة نهاية الترند. بالنسبة لي أنا مسمى أنا كنقولو ماشي مسمى علمي، ولكن كيبقى إلغاء لا كلوتور أو الإغلاق هو الدليل على الاستمرارية. كذلك إخواني الكرام اللو ديال الشمعة كيعني مرحلة ديال الدعم، الهبوط أسفل هذه المنطقة كيعني استمرارية السوق في الهبوط. لكن ما تنسوش بأن من يخلق الحدث هو الوضع الاقتصادي، فما دام أن عندنا تقليص أو تقلص في التضخم وكذلك عدم احتمالية رفع سعر الفائدة، فإن هذا يعني يؤهل الأسواق إلى مزيد من الارتفاعات. إذا أتمنى من الشباب أنهم يكونوا واضحين في اتجاهاتهم في الأسواق، وما يكونش واحد الذعر عند الهبوط، وتختاروا العملات اللي عندها معنى، لأن كاين كثير من الإخوان اختلفوا معي في قضية العملات البديلة. والاخوان انا ما كنقولش بانني على صواب، ولكن تجربتي مع العملات البديله صراحه ماشي كنقول انها سيئه، الحمد لله يعني خلقنا اموالنا من العملات البديله، ولكن اليوم كنشوفوا بان العملات
ما فيهاش واحد لا كريديبيليتي ولا واحد المصداقيه. فاللي مهتم باستراتيجيته يركز على العملات البديله القياديه. يعني انا ما كنقولش غتبقى في بيتكوين ماكسيماليست، ولكن غتركز كذلك على العملات البديله اللي عندها بوتنسيال قوي، وعندها كذلك واحد الوتيره كتمشي بها مضمونه وكتحافظ على راس مالك. السوق اخواني الكرام هو ماشي الربح، ولكن حفاظ على راس المال. وما تنساوش بان الربح ماشي في البيع، ولكن الربح في الشراء. اوكي، فالربح عندك في الشراء وليس في البيع. البيع ممكن يحدث اي حدث اللي ممكن يعطيك احتماليه للانقلاب السعري. فلهذا كتشوف بان كاين بعض الاخوان اللي ممكن يدخلوا في بعض النقاط ويكون عندهم ربح، لكن من بعد تنقلب عليهم الاسواق. هنا كاين جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول ان المستثمر كيستهدف واحد الارقام كبيره. اوكي، يعني مثلا انا غنشري في 41 وينزل بي السعر مثلا 39، وصعد السعر مثلا حتى 43 ولم ابيع. اذا هنا كنشوف انه الهدف ربما قد يكون بعيد، والالتزام بتحديد الاهداف. وكاين بعض الاخوان اللي ربما قد يجرهم السوق وكيدخلوا في واحد النوع من البانيك وممكن يبيعوا بالخساره. اذا كما كان الحال، الوتيره اللي تقلص بها التضخم هي وتيره ايجابيه، والتثبيت كذلك يسير في اتجاهه الصحيح. فانا كنتمنى من الاخوان ان يختاروا عملتهم بعنايه، وكذلك يستهدفوا الاهداف اللي محترمه، لان بعد مرحله التثبيت غتجي مرحله جد جيده اللي من الممكن ان تستخدمها لصالحك. كذلك اخواني الكرام ما تنسوش منصه بينج اكس، فهي تتيح لك كذلك بعض الخدمات الجيده القويه داخل السوق، كذلك عملات اللي فيها فرص. اوكي، فاي واحد مهتم بالعملات البديله كاين العديد من العملات اللي ممكن تستخدمها. كذلك اخواني الكرام عندكم بوبيلر فيوتشرز، كذلك التوب جينرز، ليزانديس، كذلك اخواني الكوموديتيز والسلع، الفوركس والاسهم الامريكيه. فاذا كنت ايضا مهتم بالاسهم الامريكيه فان هنالك يا عزيزي فرصه لك في هذا السوق. واذا لاحظتوا الشباب انه امس كان هبوط ايضا في الاسهم الامريكيه وايضا العملات البديله، باش تعرفوا ان الحدث والمشكل عالمي ماشي فقط مرتبط بالاسواق المشفره. اذا اخواني الكرام، اي واحد كيستخدم منصه غير منصه بينج اكس فكنصحك انك تنقل اموالك لهذه المنصه، لان حدود الساعه هي اقوى منصه من ناحيه الفيابيليتي ولا من ناحيه التعامل والسلاسه، وكذلك فيها واحد الفرصه جد جيده لمن كان مهتما بها. تحياتي للجميع، شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء.